السلام عليكم. عادة تدور النهاردة من علبة التونة. لو عندك أي علبة تانية زيها معدن هاتيها، وأي قلمة عندك بقى نشفت أو خلصت هاتيهم. في فكرة النهاردة هنستخدمهم بدل ما كنا بنرميهم. أي قلمة فلوماستر عندك نشفت هاتيها وهنعمل منها إعادة تدوير حلوة أوي في فكرة النهاردة. عندي شمع بقى منظره أو شكله قدم وما بقاش يستخدم. بصوا زي ما انتم شايفين كده، كانت شمعة عندي بريحة القهوة، بس للأسف باظت مع عوامل بقى على درجة الحرارة وكده، فشكلها اتغير. كانت المفروض شكلها شكل الفنجال كده، وتبقى منظر حلو على الترابيزة وبتدي ريحة حلوة كمان، بس الشكل بتاعها يعني اتغير. فانا هاخدها واعمل لها اعاده تدوير في العلبه المعدن ديت. حطيت الفتيله بتاعت الشمعة جوه، وبعد ما حطيتها شلتها علشان سخونة الشمع بعد ما سيحته كانت هتسيح كده كده اللزق الشمعي اللي انا لزقت بيه الشمعة الفتيلة. فبعد كده انا هحط الخيط بتاع الشمع زي ما انتم شايفين كده، هعمله بالمشبك وهسيبه ينشف جوه الشمع. وهاجي بقى القلمة الفلوماستر الناشفة بتاعتي، هاجي بقى اخدها وارشها بالسبراي الفضي. وهنا بقى هسيب الاقلام تنشف واشوف الشمع برد. اهو الشمع برد ونشف زي ما انتم شايفين كده، حبيبات القهوه طالعه فوق ومديه منظر حلو. هجيب بقى شريط الاسترس اللي عندي ده وهعمله داير ما يدور حوالين علبه التونه زي ما انتم شايفين كده، هلزقه بالشكل ده. ولزقت الاقلام بالشكل دوت. اعتذر الجزء دوت ما اتصورش بالفيديو، كنت بحسب ان هو بيتصور. لزقت عند كل سن قلم من فوق خرزه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الاقلام بالشكل دوت. وخلاص كده ده الشكل النهائي. وايه رايكم في كومنت؟ ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش باللايك. ولو عجبتكم افكار اعاده تدوير وبتحبوا النوعيه دي من الفيديوهات، اشتركوا في القناه عشان كل الفيديوهات اللي في القناه عباره عن اعاده تدوير. ودلوقتي بقى هنور الشمعة زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشكل حلو ازاي. اشوفكم في فيديو جديد وإعادة تدوير جديدة واقول لكم سلام.